السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ايفو 250. الموتوسيكل ده اتسألت عنه كتير جدا وموتوسيكل محترم جدا، ولكن كان لازم اشوفه واقفله واركبه واجربه واشتغل فيه عشان اقول لك مواصفات كاملة وتقييم كامل عن الموتوسيكل. تعالى مع بعض عشان نبدأ مع المواصفات الفنية والهندسية، ثم المميزات، ثم العيوب، ثم السعر النهارده في السوق، وبعد كده ننهي بينفع لمين وما ينفعش لمين. ويلا مع بعض نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا سيدي الفاضل، اول حاجه الموتوسيكل اللي قدام حضرتك ده نازل من الصين تابع توكيل هوجين ابو المجد في مصر. طيب المستورد بتاعه سماه هوجين ايفو 250 سي سي. الموتوسيكل نازل بمحرك 250 سي سي، قوه وعزم كويس جدا. وطبعا ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك في السفر. لو انت مشاورك بعيده او شغال اوبر او الكلام ده هيمشي معاك كويس جدا. ليه؟ انت عايز تمشي على 80 و90 و100 مرتاح، فده هيديك طول عمر افتراضي لاجزاء المحرك الداخليه والموتور نفسه. ليه؟ لان طبعا لما تجيب سي سي قليل وتزود الار بي ام على الاخر بيزود نسبه الاحتكاك والحراره، فالزيت بيفقد لزوجته اكتر واسرع، فده بيعمل معاك مشاكل في الموتور. لا، هنا هيبقى موضوع السي سي مرتاح معاك كويس جدا. طبعا نازل تبريد هواء، نازل فتحه شكمان واحده، نازل حقن وقود انجكشن، فبرضه حساسات. ولذلك هنقول سنجل سلندر وبستم واحد، ضغط عالي او كبس عالي، بنزين 92، ده افضل حاجه ليه. يعني ما احطش 80، نصيحه لله بلاش 80 عشان موضوع الانجكشن، وفي نفس الوقت عشان الترسبات الكربونيه او اللي احنا بنسميه الرصاص، اللي بيسموه الجماعه اللي الدليفريه والكلام ده يقول لك ايه الشوائب. لا، هو مفيش شوائب، ولكن نسبه الاوكتان اللي موجوده في البنزين مش هتبقى متساويه مع ضغط البستم، فهتسيب لك ترسبات كربونيه احنا في غنى عنها، تمام، عشان موضوع الحساسات والانجكشن فقط. طيب نازل نظام الستارت فيه او نظام بدء التشغيل مارش فقط، يعني مفيش فيه منافله، وده هيخليك تحرص شويه من موضوع البطاريه عشان موضوع الزق. طبعا ده مواصفات تبريد هواء، بياخد لتر واحد زيت لزوجه 15-40 صيف وشتاء. طيب ده كده مواصفات المحرك ببساطه. ولكن لو جينا بقى البستم بتاعه، قطر المشوار وطوله ايه؟ 61 مللي في 66 ونص، وده هتفيدك بعد كده لو لا قدر الله فكيت الموتور. هنخش على التانك. نازل طبعا فيه تانك 15 لتر بنزين، اللتر بيمشيه من 30 ل 35 كيلو مرتاح، وطبعا ده من الفئه الاقتصاديه في موضوع استهلاك الوقود. طيب حاجه مهمه جدا لازم نتطرق عليها في وسط الكلام، قطع الغيار بتاعته من اجمل الحاجات اللي شفتها في ايفو 250 وايفو 200 والكلام ده، منتجات هوجين. شركه هوجين عامله لك رقم هتتصل بيه هيبعتوا لك القطع الغيار لغايه البيت، يعني شحن، يعني مش هتلف على قطعه غيار. ودي ميزه من ضمن المميزات اللي خلتنا نتكلم عن الاصدار ده وانا مطمن، لان الاصدار ده صاحبه جابه الورشه نعمل له فيه صيانه، فكان جايب آلة جر ومجموعه شويه اجزاء كده، حاجات قطع غيار بنغيرها. جبتها ازاي او منين؟ قال لي انا جايبها شحن لسه واصلاني النهارده، فانا جبتها عشان ايه؟ نعمل صيانه ونغيرها. فقلت له شحن ازاي؟ فهمني الموضوع. قال لي ان اتصلت برقم الشركه بعتوا لي الحاجه في خلال يومين ثلاثه بتكون عندك. وطبعا دي ميزه كويسه جدا، عدم احتكار قطع الغيار. نازل بجنوط امامي وخلفي 17، خلفي 17 في 70 في 140، وامامي 17 في 110. وطبعا ده هيدي لك عرض كاوتش محترم جدا، فيديك ثبات اكتر. وكمان عشان الثبات ادالك 2 مساعد امامي مقلوب، فده هيديك عدم اهتزاز وثبات اكتر في الجدون. وكمان ادالك مساعد خلفي واحد عشان شكل السبورت الرياضي. فلو انت عايز تمشي بالموتوسيكل نظام بقى ستايل وشبابي والكلام ده كويس جدا. طب لو عايزه شبابي وشغل في نفس الوقت يمشي معاك. ليه؟ لان اولا ادالك جناحين على التانك، مع الفبر الخلفي مدين ستايل شبابي جدا، مع المساعد المقلوب، مع الوش اللي قدام، مع البربريز الصغير، السكرينه الصغيره ديت، مع العداد الديجيتال بتاعه. فالمكنه طبعا مع جنوط الصبور، مع الفرامل الباكم، الموتوسيكل شبابي. طيب ينفع للشغل ليه؟ لانه ادالك ستايل الشلته الستريت. ازاي؟ هو قطعتين، ولكن القطعتين تلاقيهم متساويين، تلاقيهم خط مستقيم مع الارض، فده هيعمل لك ايه؟ راحه للي راكب السواق وراحه للي راكب وراه، وفي نفس الوقت ادالك شبكه حديد خلفيه مكان الجناحين دول. يعني ايه؟ يعني ممكن الجناحين دول تشيلهم تلغيهم وتركب مكانهم شبكه موجوده اصلا في الشركه، تطلبها من الشركه او من المعرض اللي انت هتشتري منه، تقول له انا عايز ابدل دول بالشبكه.
فهمتني؟ فده هيخلي الموتوسيكل يتحول من شبابي لشبابي وبتاع شغل. يعني اشتغل بيه ايه؟ اشتغل بيه بقى اوبر، نقل ذكي، دليفري، اي حاجه هيشيل معاك. ما انا معايا شبكه خلفيه، لان كمان انا معايا اضاءه ليد امامي وخلفي، فانا هعرف اشتغل بالليل. ومعايا فرامل ديسك امامي وخلفي، اسطوانه كبيره عشان التبريد، فيبقى اسرع استجابه. فالموتوسيكل نازل بمواصفات وامكانيات جميله جدا. ابعاد الموتوسيكل: الطول كامل 203 سم، الارتفاع كامل 110 سم، العرض كامل 74 سم. وقاعدة العجلات بقى ممتازة. قاعدة العجلات 137 سم ونص، يعني هيديك ثبات في الملفات محترم. وطبعا ديت في قليل قوي لما تلاقي الموضوع ده في الموتوسيكلات الصينية خصوصا، يعني تلاقي المتميز بالكلام ده الموتوسيكلات الفئة المتوسطة العالية اللي هي الهندي. لا الصيني مفيش في الكلام ده، ومع ذلك هنا حاطينها لك قاعدة عجلات محترمة جدا. نازل لك بوزن محترم 150 كيلو، وطبعا الوزن مع عرض الكاوتش مع المساعد الامامي ده هيديك ثبات محترم. طبعا سرعه الموتوسيكل هو مديها لك في الكتالوج 95 كيلو. هتقول لي يا عم ده ال 150 بيجيب ال 95، يا حبيب قلبي في فرق بين 95 كيلو مرتاح والموتور لسه فيه وهيمشي ممتاز وكفاءه عاليه وصوت حنين ومفيش ذبذبه ولا اهتزاز وعمره الافتراضي اطول، والفرق بين ان انا همشي بموتور على ال 90 وال 95 وال 100 وانا قارص عليه، جايب اخر الار بي ام، جايب اخر الموتور، جايب اخر بكره البنزين. فانا بعمل ايه؟ بقلل العمر الافتراضي، بهلك الموتور، بهلك قطع الغيار، بعرض حياتي للخطر، مشاكل. فالموتوسيكل هيجيب 100 و110 و120 بيجيب على الطريق، لكن انا بقول لك الصح 95. فالموتوسيكل اعتمادي. سعره النهارده كام؟ 79,000، بتباع ممكن 78 ممكن 80 حسب المعرض اللي هتجيبه منه، لكن سعره الرسمي في الشركه 79,000 جنيه. طيب هل يستحق الشراء؟ على فكره انت لو معاك المبلغ ده من 70 ل 80 وبتدور على موتوسيكل اعتمادي ومحترم وشغل ونزاهه وشياكه، لو ما شفتش الموتوسيكل ده يبقى انت فايتك كتير. لو ما جبتش الموتوسيكل يبقى فعلا هيفوتك كتير. ليه؟ لان انا قلت لك مواصفات، امكانيات، خامه، جوده، قطع غيار، الصيانه بتاعته سهله، ده كله مع الشكل الشبابي والخامه بتاعت الشغل، فده هيفيدك. نرجع بقى نقول لاخر حاجه ينفع لمين وما ينفعش لمين. طبعا احنا قلنا المميزات بتاعته. طب العيوب؟ اعتقد ان مفيش فيه عيوب الا عيب واحد ممكن نقول ليه ما حطش تبريد ميه. وهرد برضه على نفس العيب واقول ما هو يا حبيب قلبي هو مزود لك شرايح تبريد الهواء عشان يخلي تبريد الهواء من 10% ل 30%. تمام؟ طيب لو حط تبريد ميه مع مساعد مقلوب مع انجكشن هيخش في فئه ال 100 وال 110 الف زي المنافسين بتوعه. لا هو خلاه بنفس خامه وجوده وكفاءه المنافسين اللي في 110 الف، ولكن بسعر ال 79,000 جنيه. فهو نزل لك حوالي 20-30 الف جنيه مقابل تبريد الميه. واعتقد ان انت مش محتاج تبريد الميه في الموتوسيكل ده، لان انت كده كده مش هتطلع بيه 1000 كيلو متواصل او 2000 كيلو متواصل مثلا. فهمتني؟ فالموضوع هيبقى كويس جدا كسعر، كستايل، كخامه، كجوده، كقطع غير متوفره، كصيانات. فده حاجه كويسه جدا في موتوسيكل في الفئه دي. فلو قلنا موتوسيكل من 60 ل 70 الف جنيه، من 70 ل 80 الف جنيه، لا يبقى الايفو 250. ما تنساش صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اي سؤال او استفسار تحت في التعليقات. شوف الموتوسيكل اللي انت عايز نتكلم عنه الفتره او الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.